اهلا بيكي، مين معانا؟ تحبي تعرفي نفسك ولا؟ لا، خليني كده يعني من غير. علي صوتك شويه ممكن نسمعك. خليني كده من غير اسم. طيب تمام، احنا معاكي. قولي لي، واضح كده من صوتك كده وانتي صوتك واطي ليه؟ مش عارفه يعني نعلي صوتنا كده اكتر. حاضر، ماشي، اوكي. ان في تجربه عايزه تكلمينا فيها. تمام. هو في تجربة، انا نعلي صوتنا كمان. مريت بتجربة الانفصال. طبعا ده كان ليه اسباب كتيرة. لا قولي لنا الاول، انتي جوزتي قد ايه وانفصلتي من قد ايه؟ يعني احكي لنا الاول عنك. يعني بقالي تقريبا 3 شهور منفصلة. امم اللي هو الانفصال الرسمي، اما الانفصال مش رسمي تقريبا بقالي سنة. يعني ايه انفصال رسمي ومش رسمي؟ يعني يعني قصدك اللي ان هو تم الطلاق من 3 شهور لكن كان في قبلها مشاكل وكنتوا بعاد عن بعض؟ بالظبط كده، طب انتي بالظبط. جوزتي قد ايه بالظبط؟ يعني تقريبا اتجوزت 8 شهور بس بس. اهو ده من حالات الطلاق المبكر جدا. انتي عندك كام سنة؟ عندي 26. 26. طب يعني انتي في سنك مناسب، مش صغيرة يعني في السن. لكن اه قوليلي ايه اهم سبب خليتك يعني تتجوزي وتنفصلي بالسرعة دي؟ يعني مثلا مم. اكتر سبب ممكن اللي هو الخيانة. يعني انا اعتبر لسه عروسة، ولا ان انا بتخان. دي طبعا حاجة الخيانة. بتضايق اي واحدة. مم. ان هي تطلب ان هي طبعا تتجوز. وتأكدتي اكيد ان ده موجود فعلا؟ طبعا اتأكدت ان هو مش هينفع اعمل حاجة الا لما ابقى متأكدة منها. مم. طبعا غير. واجهتيه طيب بالمشكلة اللي انتي يعني اكتشفتيها؟ واجهتيه؟ اكيد واجهته، وحصل مواجهة. قال لي انا الشرع محلل 4، فانا من حقي اتجوز تاني. يعني هو شايف ان ده من وجهة نظره مظبوط وممكن يتزوج. طيب يعني هل خد رأيك قبل الزواج؟ لان برضو الشرع قال ان لازم لا، يخيرك ما بين لا، انك تكوني لا موجودة او طبعا. تنفصلي. لا طبعا، بيتعمل في الضلمة كله، يعني مش امم هياخد رأيي لأن هو حاجة غلط. فهو عشان يبرر نفسه إنه صح هيقول الشرع، هيمسك في شماعة الشرع. لكن ما تزوجش؟ لا، ما تزوجش، لا. يعني كانت مجرد علاقات موجودة في حياته وانتي شفتيها؟ هي كانت علاقات، وللأسف من أول ما الخطوبة، يعني امم يعتبر برضه في علاقات بس. يعني انتي كنتي شايفة الموضوع ده من ايام الخطوبة وكملتي على أنا على اتفاجئت لما الارتباط؟ اتجوزت. إن ده كان من وأنا مخطوبة. وللأسف إن تقريبا أغلب الشباب كده في السن الصغير، إنهم بقى يعرفوا بنات كتير سواء على الفيسبوك أو الواتس، وبقت طريقة التعارف بقت سهلة جدا، وبقى يتكلموا. التعارف شيء زمان. عادي، لكن الارتباط بقى ان هو لا، يرتبط حياته بإنسان يعني هيحافظ عليها ويبدأ يعني يتقدم لها ويعرف أهله ويعرف أهلها ويبقى فيه ارتباط رسمي، ده يعني أعتقد إنه لازم يغير بعدها حاجات كتير في حياته. أكيد. لكن هو ما ما غيرش أي حاجة في حياته. لا، ما غيرش. غير كده طبعا إن الإنسان لما يبقى كده بيخون بيستخون اللي معاه. امم يعني ممكن يفضل هي دايما في حالة إن هو شاكك فيها. ما هو بيعمل كده، فأكيد هيشوف شريكة حياته نفس الطريقة يعني. نفس. قوليلي، انتي بعد يعني انتي خدتي قرار ازاي؟ وأهلك وقتها كان رأيهم ايه؟ وهل لجأتي لأهله برضو في الحالة المشكلة دي ولا لا؟ لا، لما لجأت الأهل، لأن أصلا كان من ساعة ما اتجوزنا واحنا في مشاكل دايما. فكانوا أهله بيتدخلوا باستمرار، وأنا اتكيت لحد طبعا ما عرفت. بتدخلوا بالصلح يعني؟ كان بيتدخلوا بالصلح، بس ما كنتش حاسة إن هم في عدل يعني. امم منحازين لي أكتر. اه لأن تدخل الأهل كان صعب جدا، خصوصا بيت العيلة عموما بيبقى صعب انت كنتي يعني. عايشة في بيت عيلة؟ بيت العيلة دي أكبر غلطة فعلا ممكن أي واحدة تقع فيها. مش دايما بتبقى غلطة، يعني نقدر نقول ان في نسبة أسر كبيرة. يعني بتراعي ربنا في البنت اللي بتعيش معاهم، وفي حالات تانية يعني ما زي حالتك كده ما بتبقاش كويس. لا، نسبة كبيرة بيبقى في تدخل بالسلب. امم بيأثر طبعا. طب انت دلوقتي بعد ما قررتي وانفصلتي بشكل رسمي، يعني حاسة حياتك الجاية هتبقى عاملة ازاي او شايفاها ازاي؟ أنا حاسة إن حياتي بقت أحسن جدا طبعا في حاجات كتير. يعني هتبتدي اتغيرت. حياتك من جديد وتعتبري ان ده يعني تجربة للأسف كانت فاشلة، بس اللي ممكن النتيجة اللي احنا ناخدها منك ان لازم يعني ناخد بالنا كويس قوي من كل تصرفاتنا أثناء فترة الخطوبة، صح كده؟ أكيد، أكيد، بالظبط. وما نفوتش حاجة، يعني إذا كان في عيب مباشر وكبير فلازم نقف عنده ونفكر أكيد. كتير. ولازم فترة الخطوبة
تبقى طويلة، ما تبقاش قصيرة. يعني أنا فترة خطوبتي كانت 3 شهور. 3 شهور بس. فبالتالي ما قدرتش أفهم الشخصية اللي قدامي كويس. كتير ناس يعني فاكرة ان الخطوبة دي عشان نتجوز. المفروض والاساس في الموضوع ان الخطوبة علشان نعرف بعض اكتر، علشان نشوف اذا كنا يعني هنقدر ان احنا نكون اسرة وبيت، ولا نلحق نفسنا ويبقى فيه بقى شخصيات تانية نقدر نكمل معاها. لكن للأسف بعض العادات والتقاليد اول ما 2 يتخطبوا يبقى معناها ان هم هيتجوزوا. ده مش معناها كده ابدا يا جماعة. الخطوبة من اجل التعارف. انا بتمنى يا رب حياتك الجاية تكون احسن ان شاء الله، ونتعلم كلنا من التجارب دي. تقولي ايه دلوقتي لاي بنت مقبلة على الزواج او مخطوبة او ان شاء الله بتبدأ تأسس حياتها من اول وجديد؟ اقول لها تحسن الاختيار وتبقى فعلا مركزة مع كل تصرف، لان كل تصرف هتلاقيه بعد كده في حياتها. يعني اكتر تصرف هتلاقيه في حياتها بعد كده كبير، فهي تركز في كل تصرف ليه. انا بشكرك وبشكر مداخلتك معانا، واتمنى ان شاء الله المتابعة، لان احنا هنفتح ملف تاني متعلق بهذا الموضوع ايضا ان شاء الله، وهو حياة السيدة المطلقة او المنفصلة بعد الانفصال او الطلاق بتكون عاملة ازاي، ونظرة المجتمع ليها بيبقى عامل ازاي. وده ملف شائك بقى هنفتح فيه في كله، يعني تصرفات كتير ما بتعجبناش من بعض الناس. احنا لسه اصدقائي متواصلين معاكم، مستنيين برضو تليفوناتكم على تليفون الاذاعه 23 92 37 11 و 23 92 14 37. هي وهي هي وهي هي وهي 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 ده هي وهي هي 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 وهي هي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.